سمعتوا صوت القرمشة اللي هتستمر معاكم أيام، يفضل مقرمش جدا من بره وطري ندوق من طيب جوه. قبل حتى ما نكمل. نشوف القرمشة. بصوا، ما شاء الله. القرمشة حلوة أوي، خفيف جدا. عشان ان هو من غير بيض، بجد قوامه رهيب، والرسمة ثابتة بطريقة فظيعة كأنها مرسومة رسم. والقرمشة والخفية بتاعته هقول لكم كل حاجة كانت ظهرت معايا فيه. بصوا، وشارب شرباته حلو جدا. بلح الشام بتاع الحلواني اللي من غير بيض، اللي هيفضل مقرمش معاكي لاخر حبة فيه، حتى لو استمر ان شاء الله اسبوع. خطير خالص وطريقة حلوة جدا واقتصادية. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. هنبدأ بمقادير العجينة كده ونقول بسم الله. كوباية مية وهنحطها في حاجة تتحط على النار، وعليها معلقتين كبار من السكر. ان شاء الله اكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف، اللي هي كلمة المزيد اللي في العنوان. عليهم كمان معلقتين كبار من الزيت. طريقة سهلة خالص، هما شوية مية ودقيق وهتعملي أحلى بلح شام مقرمش بتاع الحلواني. رشة من الملح، وكمان عليهم رشة من الفانيليا أو كيس فانيليا، وهقلبهم كده وارفعهم على النار. لما احطهم على النار اقلبهم برضو علشان يدوبوا كويس بالشكل ده. اول ما يبدأ تغلي معايا النار، هنزل عليها بكوباية من الدقيق وتلت. تلت الكوباية ده عبارة عن 3 معالق كبار هرميين من الدقيق. واقلب كده على طول بمعلقة او اي حاجة يعني اقدر اقلب بيها. وطبعا في الوقت دوت النار تبقى هادية خالص. اقلب لغايه ما اقدر كده اشوف ان حبيبات الدقيق بدات تروح. اطفي بقى النار خالص في المرحله ديت، واحط الخليط بتاعي كده بالحاجه اللي انا عامله بيها على الجنب بعيدا عن النار. احطهم في طبق تاني علشان يبردوا بالشكل ده. بوريكم انه يعني تقريبا ما فيش التصاق في الحاجه اللي انا حطاها على النار اللي انا عملت فيها المكونات. برضو لسه طبعا هم سخنين، فانا مش قادره ان انا اعجن فيهم. ففي المرحله ديت انا بقلب كده بالاسباتيولا كده، واعمل فتحات عشان الدخان يطلع، عشان اقدر اتعامل معاهم بايدي. سبتها حوالي 3 دقايق كده بس تهدى شويه السخونه اللي فيهم. هبدا اعجنها وهي سخنه، بس سبتها 3 دقايق بس تمام. وابدا اعملها كده بايدي على قد ما اقدر. لازم ان انا اعمل الحركه ديت علشان اي حاجه في الدقيق، اي حبيبات، اي حاجه تكون دايبه تماما. بوريكم انها طالع وسهله جدا طلوعها طبعا من الطبق علشان معلقتين الزيت اللي احنا حطيناهم. دلوقتي بقى حطيتها على سطح العمل، اللي هي رخامه نظيفه مغسوله وناشفه، واقعد اعجنها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. اخدها كده يمين شمال. طبعا لو انت عندك عجان هيسهل عليكي جدا. لازم الحركه ديت يا جماعه حوالي 5 دقايق 6 دقايق كده نعجنها بالشكل ده، علشان العجينه تطلع او الدقيق يطلع العرق بتاعه، وكمان علشان تبقى العجينه ناعمه وتبقى حلوه. ما تعجنيش اكتر من الوقت ده بالشكل ده لغايه ما بقت ناعمه زي ما انتم شايفينها كده. احطها كده في الطبق واغطيها حوالي ربع ساعه. ما تزوديش عن ربع ساعة خالص، مجرد ترتاح. لان لو ارتاحت زيادة عن اللزوم بتبقى مش كويسة بالنسبة للعجين. بصوا بقى هنا اي حاجة احط عليها، انا هحط هنا على صاج مش هيدخل اصلا الفرن. وحطيت عليه كمان مشمع من كيس من اكياس التلاجة كده فتحاه بالمقص، وحطيت عليه معلقة من الزيت، واوزعها بالفرشة بالشكل ده. الطريقة دي حلوة جدا مع الطريقة بتاعت بلح الشام اللي هو من غير بيض. وركزوا معايا كويس جدا.
علشان ده هيخلي الرسمة هنعملها ونحطها بحيث انها ما تلتصقش معانا تماما. معايا هنا بقى كيس من الحلواني، او كيس الحلواني دوت عبارة عن اللي هو بيبقى مشمع من جوه ومن بره كده قماش. وده وريتكم البلبلة بتاعته، او ممكن يكون القمع بتاعكم استانلس عادي. وريتكم ان انا بحط فيه معلقه من الزيت تقريبا، ووزعتها بالفرشه في القمع، ودي طريقه مهمه جدا علشان سهوله العجينه. الخطا بقى هقول لكم على كل حاجه انا عملتها، ايه هو اللي كان كويس وايه اللي كان صعب عليا. اول حاجه كانت غلط او صعب عليا ان انا حطيت نص العجينه، المفترض احط ربعها علشان في الضغط بتاع العجينه. العجينه على فكره جميله جدا، عامله زي السفنج او زي السلايم. فاهميني؟ هي مطاطيه كده وزي السلايم فعلا. فبضغط بعزم ايدي الاتنين زي ما انتوا شايفين، اطلع كده الرسمه واقص بالمقص بالشكل اللي انتوا شايفينه. مش محتاجين ان احنا نغمس المقص في زيت ولا اي حاجه، العجينه حلوه جدا وقوامها رائع. ولكن علشان ما فيهاش بيض فهي صعبه شويه يا جماعه من تطلعها من الكيس. اول حاجه لازم تعمليها في بلح الشام، سواء البيض او اللي من غير بيض زي اللي انا عاملاه النهارده، انك انت تستخدمي كيس الحلواني ده. اوعي تستخدمي الاكياس اللي هي الشفافه. انا بشوف قنوات وقنوات كبيره بيستخدموها، يا جماعه ده مستحيل هيفرقع منك حتى ولو بالبيض، وحتى لو العجينه طريه جدا. بلح الشام من العجين اللي هو قوي شويه. تمام، خلصت كده كل الكميه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا اخدت شويه وقت، انا مسرعه الفيديو زي ما قلت لكم لانها هتبقى صعبه عليكي وانت بتطلعيها من القمع. ممكن كمان تستخدمي قمع ستانلس وتحطي حته عجينه صغيره وحته حته كده. الطريقه اللي انا عملتها في بلح الشام ان انا بقلبه الناحيه التانية. لازم الطريقه دي تقلبيه على الناحيتين عشان يتشمع. تقريبا تسيبيه برضو ربع ساعه، او على بال ما انت تخلصي ابداي باول مجموعه انت عملتيها او شكلتيها. دلوقتي بقى معايا كميه من الزيت، مش كميه كبيره ولا حاجه على فكره، دي عباره عن اقل من كوبايه زيت. وممكن تستخدمي كمية أقل في طاسة أصغر. حطيت الطاسة على النار. الطاسة دي على فكرة صغيرة، أنا مكبرة بس الصورة وعلشان بتعمل معاها زي ما انتوا واضحة كده قدامكم، فبحب اقلي فيها. بصوا بقى، لازم الزيت يكون مقدوح تماما، يعني تستنوا لغايه ما يغلو. نتاكد ازاي؟ بنقطه كده تعمليها عليها من الميه، او قطعه من العيش صغنونه خالص. لو لقيتيها كده قدح او عملت صوت مع الميه يبقى كده الزيت قدح. لازم في البلح اللي هو بلح الشام اللي من غير بيض يكون الزيت مقدوح تماما. كل طريقه بتفرق يا جماعه. هامله الطاسه بتاعتي كده بكميه حلوه من بلح الشام، بس ما يكونوش فوق بعض علشان ما يلزقوش، وتفضل الرسمه والفورمه اللي احنا عاملينها تفضل جميله جدا. اول ما انا اكمل حط واكمل كل الكميه اللي تملى الطاسه بتاعتي، اروح اخلي النار وسط، وبعد كده تبقى ايدي فيها على طول بالتقليب بمقصوصه زي كده. تمام. او حتى بمصفى، ممكن تقدري تقلبيهم بمصفى عادي جدا. عارفين المصفى الصغيره ديت اللي بنصفي بيها لبن او اي حاجه؟ برضو حلو جدا، او عصير او كده، هتمشي معاكي حلو وهتشتغل معاكي حلو. المهم ايدك في التقليب على طول رايح جاي كده علشان يتوزع اللون ويبقى لونهم ذهبي وحلو. وكمان تبقى النار وسط علشان تستوي من جوه، ما تبقاش من بره محمره ومن جوه مش مستويه. الطريقه بتاعت بلح الشام بتاعتنا سهله جدا ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللون ذهبي يجنن ويفتح النفس، حاجه حلوه خالص. طبعا اول ما احنا بنقلي بلح الشام بيكون معانا سخن كده طالع سخن، وبننزل بيه على طول على الشربات البارد اللي هقول لكم مكوناته. بس انا حبيت اغير شويه، ما بداتش بيه الفيديو. بصوا بقى، الشربات انا عاملاه اصلا في البدايه قبل ما تبداي تعملي الشربات. معايا كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، وهرفعهم على النار واقلبهم. هقول لكم بقى تركه حلوه جدا، احنا عايزين الشربات بتاع بلح الشام يبقى تقيل وحلو. قلبتهم كده حلو، واول ما بداوا يغلوا هعصر عليهم نص ليمونه. عصرة نص ليمونه. عايزه تحطي معلقه من الجلوكوز لو متاح عندك حطي معلقه من الجلوكوز، لكن مش هي دي التركه برضو. هنشيل الريمه كده، طبعا بيبقى فيه ريمه كده لما بيغلي السكر.
بالشكل ده. في ناس بيقولوا بيسكر منهم علشان الحبيبات اللي في الجنب، ولا اي حاجه، ولا عمره هيسكر منكم، وحاجه روعه. هتغطي، ودي التركه الحلوه جدا. هيبقى اي حاجه لازقه او ملتصقه من الشربات اللي في الجنب ده مش هتبقى ملتصقه طبعا، لانها هتدوب من البخار. وبندفع عليه بعد 10 دقايق من الغلي. بصوا بقى، بلح الشام اهو طلع معانا، وبنحطه في الشربات على طول. طبعا الشربات كان بارد، لان انا مجهزاه من قبلها، بس انا حبيت ان انا احطه لكم يعني في النص. تمام. اول حاجه تبداي بيها الشربات. خلصت كده، وبعد كده بشيل الكميه، واحط باقي الكميه اللي عندي، لانها ما شاء الله جاهزه وسهله جدا، والفورمه ما بتتغيرش. عايزه اقول لكم بتتعاملوا معاها كانها زي السلايم بجد. انسوا خالص انها عجينه. العجينه حلوه جدا ومثاليه، مفيش اي عائق عندك، غير ان هو بتبقى تقيله شويه في الخروج من القمع، ولذلك او من الكيس الحلواني. ولذلك حطي حته صغيره بحته صغيره، علشان يبقى سهل عليك. ممكن كمان تستخدمي قمع بس من غير كيس حلواني، وده اوفر لك واسهل لك. ده بقى النتيجه النهائيه. وبجد كانت طريقة سهلة جدا، ما خدش مني وقت خالص. قد ايه مقرمش، بصوا. بكسر معاكم تاني، قد ايه مقرمش من بره، ومن جوه طري جدا وحلو، كأنه بالبيض. مفيش اي فرق. رأيي فيه حلو قوي، عجب كل اللي عندي في البيت بجد، وكل اللي داقوا عجبه جدا. القرمشه بتاعته فظيعه. حتى لو انت مغطياه لمده اسبوع، مغطياه في علبه، هيفضل مقرمش. لكن انا بالنسبه لي بحب بقى، اتعودت على طعم البيض. واشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.